السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هي ليست عراقيل يا عماد، هي محاولات من بعض الدول الأوروبية ليس للتشويش على قطر. قطر بعد أقل من شهر أو شهر سوف ينطلق العرس العالمي، وسوف يكون، تأكد معي بأنه سوف يكون أحسن عرس عالمي من حيث التنظيم والإمكانيات لم تشهده البشرية من قبل، ويصعب على الذي يأتي بعد قطر أن يوفر كل هذه الإمكانيات وكل هذه الملاعب المتاحف. هذه ليست ملاعب عادية، هي ملاعب متاحف بأتم معنى الكلمة، ملاعب 5 نجوم مجهزة ومكيفة بطريقة استعراضية قلما شاهدناها في الماضي وسوف لن نشاهدها في المستقبل. اليوم الذين يشوشون على قطر يا عماد هم لا يشوشون على قطر كقطر، يشوشون على الدولة العربية. تأكد بأن قطر وهي تفوز منذ 12 سنة بتنظيم هذه الدورة النهائية كانت مفاجأة ليس من العيار الثقيل بل أكثر من الثقيل. لذلك المجتمع الغربي يحاول بكل الوسائل أن يمنع ويقطع الطريق على أي دولة عربية بعد قطر، يعني لتذهب تفكر في استضافة العرس العالمي، لا لشيء سوى لأن يعني المستوى الذي وصلت إليه قطر من حيث التنظيم عقد الإنسان الغربي بطريقة يعني استعراضية. اليوم هذه الملاحف التي قدمها أمين بكل هذه المعطيات، تأكد يا عماد أن من حيث التصاميم قطر راعت كل يعني تفاصيل الدقيقة المدققة في هذه التصاميم، عادت إلى التراث الشعبي القطري والخليجي على وجه الخصوص، ذهبت إلى المستقبل عندما نشاهد هذا الملعب الذي كون من الحاويات، والملعب الآخر الذي يعني حوصل التقاليد البيت والثمامة وما إلى ذلك. تأكد بأن قطر تقول للعالم نعم نحن القطريين يعني لم ننسى ماضينا ونتطلع إلى المستقبل بهذه الطريقة الاستعراضية مثل ما قلت. خالفوا جميع التوقعات، حتى من حيث تصميم الملاعب لم نشاهد أي ملاعب يشبه الملاعب الأوروبية. رفعوا يعني مستوى الإمكانيات إلى درجة يصعب مثل ما قلت لك على أي دولة سواء غربية أو يعني أن تصل إلى وضع كل هذه الإمكانيات في مثل هذه الدورات. لذلك لا خوف على قطر من حيث التنظيم يا عماد، لا خوف على قطر من حيث التفاصيل الدقيقة المدققة في التنظيم. الخوف ربما مثل ما قال مصطفى أن نشاهد مفاجآت من الناحية الرياضية. أنا لا أظن بأن دورة قطر سوف تكون مثل سابقاتها من حيث احترام المنافسين والدول التي اعتادت على رفع الكأس العالمية. وربما سوف نشهد يعني مفاجأة مثل ما شاهد العالم، مفاجأة إسناد هذا التنظيم إلى دولة عربية.